السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه حبايب قلبي؟ ايه اخباركم؟ بصوا كده، احنا اشترينا الخرز الملون الجميل ده. عملنا بيه ايه؟ طبعا الحاجات دي كلها علشان شغل رمضان وشغل الفوانيس، وانا اشتغلت ب3 خامات بس، اللي هي ده وده والخيط ده اللي هو مقاس 50، وكمان اشتغلت بالميداليات دي 50 ميدالية، 100 ميدالية ب50 جنيه، تمام. والكيس دوت ب170 جنيه، وكمان اشتغلت الخيطة دي كلها ب50 جنيه، دي ربع كيلو. اشتغلت بيه، عملت بيه الفوانيس القمر اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بصوا كده بتنور ازاي، شايفين الجمال؟ الفانوس بينور بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، شايفين؟ هي ال3 خامات دول بس اللي انا اشتغلت بيهم، ووصلت لمرحلة الفانوس القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم قوي ده، تمام. اهو الفانوس اهو قدامكم طول الوقت، انا هسيبه لكم اهو منور. اللي عنده طبعا اي استفسار او اي سؤال يجاوبني، تمام. طبعا دي كانت مشترياتي عشان نعمل فوانيس رمضان من حاجة واحدة بس. انا قدرت ان انا اشتغل من خرز واحد بس، هقدر اطلع طبعا الوانات كتير جدا 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 من الفوانيس. طيب، وكمان حد كان طلب مني فوانيس بيضة، فانا اشتريت الخرز الابيض ده عشان هم عايزين ابيض بس. لكن بقى المفاجأة ان انا حد طلب مني ميداليات للموبايل، فرحت اشتريت الفروع دي كلها اهي، كل دي فروع. الفرع فيهم اشتريته ب15 جنيه اهو، كل دي فروع. وكمان اللي احلى واحلى واحلى، الافرع بتاعت الربر اهي، دي الافرع بتاعت الربر اهي كلها. طبعا كل الالوان دي كلها، الواحد بس من ده ب5 جنيه في كل الالوان والاشكال، عشان حد كان طلب شغل ميداليات، وانا المفروض والله شغاله خرز ما اشتغلت شغل ميداليات، بس انا قلت يلا مش مشكله، مادام الناس عايزه الحاجه مش هنقول لها لا. وادي اهو الشغل اللي احنا اشترينا النهارده من المنشيه. اللي حابب يعرف اي حاجه وحابب يعرف احنا اشترينا منين وفين الاماكن، يدخل يبعت لي وانا هقول له. كمان طريقه الفانوس دي، الناس اللي هتكتب لي انها محتاجه تعرف طريقه الفانوس الصغيره دي واسعارها ازاي وازاي بتسعر الشغل، كل حاجه هقولك عليها في فيديو تاني. الناس اللي هتطلب طبعا هعرفها بجيب كل حاجه منين بالجمله. اشوفكم على خير، وان شاء الله تقدروا تفتحوا وتبداوا مشروعكم كله اللي خاص بالفوانيس من عندي من هنا. اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، وانا معاكم وهعلمكم كل ما هو جديد في عالم الفوانيس وشغل رمضان باذن الله. اشوفكم على خير.